نوفا أو انفجار النجوم لطالما كان مدخلا للحديث عن مصير ستؤول إليه شمسنا، وبالتالي مادة جدل حول الزمن الذي سيلتهم فيه هذا الانفجار الكرة الأرضية وكواكب المجموعة الشمسية. هذه الظاهرة التي يتابعها الكثيرون من علماء الفلك وهواته عبر مراقبهم في المجرات البعيدة في الكون انبثقت عنها في الآونة الأخيرة ما يمكن أن يعتبر اكتشاف العصر، الذي أضاف على النظرية المركزية المتعارف عليها لنشوء الكون والمعروفة باسم الانفجار الكبير. تلك النظرية القائلة بأن الكون ذاهب في التمدد منذ لحظة ذلك الانفجار قبل 14 مليار سنة عادت اليوم لتجد نفسها في دائرة النقاش العلمي، فبعد أن كان الرأي منذ عشرينيات القرن الماضي هو أن تمدد الكون آخذ في التباطؤ، ثبت بما لا يدعو للشك أن العكس هو الصحيح. الكون يتمدد بتسارع واضطراد، هذه هي الحقيقة الجديدة التي قلبت مفاهيم الانفجار الكبير رأسا على عقب. هذا الكشف تحقق من خلال مراقبة 3 علماء للنجوم بعيدة تنفجر، وبدلا من أن يزداد بريق الانفجارات النجمية كان ضوءها يخفت، الأمر الذي يعني أن هذه النجوم ماضية في الابتعاد نتيجة تسارع الكون في الاتساع. This year's Nobel Prize in Physics is about our entire universe. جائزة نوبل للعلوم لهذا العام هي عن الكون بأسره، فقد قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح نصف جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2011 لسول بيرمالتر، والنصف الآخر لكل من آدم ريس وبرايان سميث لاكتشافهم التسارع في تمدد الكون عبر مراقبتهم للانفجارات النجمية في مجرات بعيدة. وقالت لجنة نوبل إن النتيجة التي توصل إليها هؤلاء العلماء أقل ما يقال عنها بأنها مدهشة، كما أنه بات هناك اعتقاد بأن وراء هذا التسارع طاقة داكنة لا يزال العلماء لا يعرفون كنهها، وهم يقدرون أن هذه الطاقة هي جاذبية عكسية تبعد المادة التي تقترب منها، وإذا استمر الكون بالاتساع بهذه السرعة فقد تتحول أجرامه يوما ما إلى جليد.